كان يا مكان في قديم الزمان، كان الخير مالي المكان، وكانت الريشة تقهر الميزان، وكانت الخبزة تكفي الشبعان وحتى الجيعان. كان حتى كان في بلاد بعيدة هانية مهنية، عايشة فيها العاتق والمحنية. كان عمي بوشة الحطاب تعيش في نوالة مع مرته وزوج بناته، هاني وفرحان، وحامد الله على الصحيحة والرزيق. تحطب من الغابة وبيع العواد ويشري من تمنهم القوت والزاد. واحد النهار ما بقاش لقى العواد، ودخل وسط الغابة وفاسو بدا يضرب ويجمع العواد، وهو يوقف عليه واحد العفريت طويل وغليظ. لكن عمي بوشة ما خاف ما ترعد، قال له الجن راك صدعتيني ومن نعاسي فيقتيني. هو يقول ليه واش كتنعس بنهار؟ وهو يجاوب العفريت وقال له انا تنعس عام وتنفيق عام، ودابا سير في حالك. ورد عليه عمي بوشة وقال له انا حطاب، ولادي تيتسناو مني الرزق باش يعيشوا، وانا رزقي هنا لقيته. وهو يقول له العفريت هاك هاد الطاجين وفوق ما عريتيه غادي تلقى فيه ما بغيتي وتشهيتي، ولكن السر يبقى بيناتنا وما تخبر حد بيه باش تبقى عندك البركة. اما لا مشيتي تخبرتي شي حد بيه راه غادي يمشي الطاجين باللي فيه. شكرو عمي بوشة ورجع فرحان عند مراته وعاود ليها كل شي وامرها تحفظ السر. دازت الايام والايام، والجيران شافت النعمة اللي بانت على الحطاب وحسدوه وبغضوه، وبقاو يبحثوا ويسولوا بناته ومراته تعرفوا السر اللي قال ليه الجن ما تخبر به حد، حيت غادي تغيض وتحسد. ايوا دخلوا وسرقوا ليه الطويجين وبدلوه بواحد اخر بحاله. منين جا الحطاب يتعشى مسكين حل الطاجين وما لقى فيه والو. نوض صداع كبير مع مرته وبناته، والهم والغم رجعوا تاني لحياته. ومن تما بوشة رجع يحطب وبقى كيتألم على السر اللي ما حفظوش. المعنى يا سيادي من هاد القصة كلها وعنده سره، وما تقولوا لا العدو ولا صديق، حيت في وقت الشدة والضيق غادي يخربقوا عليك الطريق.